صباح الفل عليكم وصباحكم شتوي ممطر وجميل. جو عارف انت اللي هو جو اوروبي كده. بس عايز احكي لكم عن حاجه كده على سبيل التفاؤل يعني. كنا زمان انا وواحد صاحبي يعني البيست يعني، بدون ذكر اسماء الكيموز. كنا بنقعد لما كان الدنيا بتشتي في مصر وكده، فبنقعد بقى نتخيل بقى اللي احنا مسافرين بره ومسافرين في اوروبا وقاعدين في الشتاء ومش عارف ايه وبتاع وكده. فالكلام ده مثلا ممكن من 2017، فانت بتتكلم من حوالي 7 سنين. كان في كذا حد عايز يسافر يعني، فمعظم الناس كلها سافرت، معظمهم يعني انا سافرت و... وكيمو سافر واوسو سافر. طبعا دي الشله كلها، هو ما فضلش غير العاق اسلام شعبان بدون ذكر اسماء، والعاق التاني محمد صابر، وهيسافروا برضو قريب يعني. بس لما تيجي تبص لها كده، زمان انت كنت بتقعد تحلم بالسفر ومش عارف ايه وبتاع وعايزين تسافروا وتعملوا وتسووا وتخلوا، ودلوقتي كل واحد في بلد ويا عالم كل واحد يتقابل تاني امتى وتقابلوا بعض تاني. حتى لما انا نزلت مصر كان هو سافر، ولما اوسو كان برضو كان نزل من السعوديه لمصر، كنت انا لسه هنا ما نزلتش. فيعني الموضوع برضو مش سهل يعني. بس يعني انا بحكي لكم الموضوع ده على سبيل التفاؤل، ان انت لما بتعوز تحقق حاجه او بتجري ورا حاجه مهما كانت ايه هي بتعملها يعني. والسفر عامه يعني انا ما بشجعش حد اقول له سافر او ما تسافرش، كل واحد عارف ظروفه وعارف دنيته. في الناس اللي بتبقى عايزه تسافر وخلاص، هي مش ناويه، مش هتقعد يعني في البلد. في ناس عمرها ما هتفكر تسافر في حياتها. بس اللي انا عايز اقوله ان انت لما بتعوز تعمل حاجة هتعملها، حتى لو بعد سنة سنتين 3 4 يعني. عود نفسك كده دايما ان انت لما تيجي تحط خطة لحاجة، مفيش حاجة اسمها بتحصل بكرة، اللي هو انا هروح اعمل حاجة دي بكرة، انا هروح اسافر فانا هروح اسافر بكرة. لا، كل حاجة بتحتاج ترتيب وخطوات، وبتطور من نفسك وبتظبط ورقك وبتظبط دنيتك. وفي الاخر يعني كل شيء يعني مكتوب لك، يعني اي حاجه مكتوبه لك هتاخدها يعني. وصباحكم زي الفل، وجمعه مباركه عليكم وجمعه مباركه على الجميع يا رب.